ليه؟ لا. قالت لك لا؟ لا. اسم الله يا ماما. طب هي اللي قالت لك لا ولا انت اللي رخمتي عليها؟ انا. انت انا دي، ايوه انت. لا انا. ايوه انت. انت. انا هو، انا هو. شايفاني؟ انت. ايوه انا. ايه قالت لك لولي؟ قالت لك لا؟ حبيبي. طب اسم الله يا ماما، معلش يا ماما. ماما انا على دي. ايوه طب استني، هننادي لولي نقول لها العبي ايلا. ماشي. يا لولي، مالك بايلا؟ خدي تعالي هنا، مالك بايلا؟ بتخسرين معايا. بت ايه؟ بتخسرين معايا. انتوا بتلعبوا لعبة المطبخ؟ طب خليها تغسل المواعين معاكي. ليه؟ هي دي. عاملين أكل قطيتها الأكل كتير. انت عملت لها اكل كتير؟ لا، هي اللي خدت الألعاب الكتير. اه طب انت اخدتي العاب الاكل وهي هتغسل المواعين، كل واحد يعمل حاجة. لا. بابا عادي. استني هصوركم. لا خلاص ما تصوريناش. يلا يلا العبوا مع بعض، ما تعملوش بعض، تمام؟ لا. يلا العبوا مع بعض. لا، مش هلعب. ليه؟ عشان بتاخد كل الألعاب. لا مش هتاخد كل الالعاب، وبعدين انت اختها الكبيره الجميله اللي بتحبيها، صح؟ ماما مش انت اخت حلوه؟ انت واحد. يلا بصوا بعض، يلا بصوا بعض، يلا بصوا عشان بصوا عشان يقولوا الله ايه الاخوات الحلوين اللي بيحبوا بعض دول. يلا. طب عايزة اتعرف واشوف. طب ماشي، لما تبصوا بعض، يلا بصوا بعض واحضنوا بعض. يلا بصيها يا ايوه. بصيلي. بصي. بصها يلا. عايزه ايه بقى؟ يلا. عايزه ايه؟ ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بس حبيت اوريكم المعاناة اللي انا بعانيها. يعني انا كنت خلصت نص الحيطة، او مش عارفة، باين خلصت الحيطة كلها مش فاكرة. المهم يعني ان انا كنت في نص الفيديو لسه ما خلصتوش خالص، وبتحصل المعاناة دي حاجة بسيطة بس من التصوير، من وسط التصوير لازم تحصل حاجات كتير زي كده، وافضل بقى حايل ودادي، وممكن اضرب وممكن ازعق وكل حاجة بتحصل يعني. ربنا يهديهم يا رب، ويطلعوا كده كلهم ذرية صالحة، أولادي وأولادكم يا رب العالمين. بصوا بقى هنا اللزق ده اللي كنت بقولكوا عليه في الفيديو اللي عدى. بصوا يعني ممتاز والله، بس أهم حاجة تاخدي بالك انتي وبتشتريه، أولا يكون مش قديم، تاني حاجة عشان في لزق. يعني ده مثلا كان قديم شوية، فكان اللزق بتاعه ما بيلزقش كويس، فكنت بجيب لاصق كده وافضل ألزق برضو ايه احتياطي وكده، فاهمين؟ هنا بقى بصوا بوريكم ان انا كنت بقى بعمل بالمتر ده، بقيس الطول اللي انا عاوزاه عشان اقدر يقضي كل الحيطة، لاني عشان يقضي كل الحيطة لازم تعرفي انت كام متر وكام محتاجة متر والكلام ده. انا كنت على حساب اللي هو الشخص اللي هو بعلي يعني، كنت محتاجة واحدة تانية. لكن لما انا جيت وقست وكده لقيت لا انا مش محتاجة، انا قصرت شوية من تحت. قلت كده كده تحت اصلا الانتريه بيبقى موجود، اي حاجه بتبقى موجوده، اهم حاجه النص اللي فوق ده. فمش محتاجه ان انا اجيب واحد تالت، جبت اتنين، وخليت يعني حته بسيطه من تحت، يعني ممكن لا تذكر اصلا، مش محدش هيشوفها اساسا. واحسن عشان خاطر لو دلقت ميه او غسلت او مسحت ما تتقشرش مني، فاهمين؟ فقصيت حته بسيطه من ورا من تحت كده، وبدأت من أول فوق زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، وبحاول على قد ما اقدر ان انا ما يبقاش فيه هوا. يعني كمان من الحاجات اللي مش هتبقى فيها هوا، انا بعمل كذا حاجة. هتشوفوا دلوقتي هجيب مساحة وهجيب حاجات كده غريبة بعملها. وبصوا الكهرباء بقى يعني
أساسًا جوزي ما كانش مركّبها لي تمام، يعني دي أنا بقى لي 5 سنين 5 سنين أو أكتر في الشقة دي، الكهربا دي ما اتركّبتش، عارفين اللي هو باب النجار مخلّع؟ هو ده. بس الحمد لله صلّحها أخيرًا، فما بقاش باب النجار مخلّع الحمد لله، و وعملها لي، لإن أنا أصلًا جوزي هو اللي بيبيع اللي هو النجف والبلتكنات والحاجات اللي زي كده يعني، فالمفروض إن هو يعني يكون حاطط الحاجات دي أول واحد، بس لأ. إزاي بقى؟ باب النجار لأ مش باب النجار، هو بقى تنطبق على الكهربائي كده مش على النجار خالص. بُصّوا بقى إزاي باحاول إن أنا على قد ما أقدر أنا عملت الأول بالقماشة، حسّيت إن أنا مش حاسة بالهوا، لكن لمّا باعمل بإيدي باخد بالي من الهوا فين، فبافضل بقى إيه، كل شوية عم بُصّوا فرحانة فرحانة إن الجزئية دي اللي كانت بايظة اتغطِّت، يعني الجزئية دي كانت مغلّباني بصراحة وكنت يعني عارفين كده لمّا تبقوا الأوضة أصلًا أنتم مش طايقينها، هي كده، وكنت عاملاها خزين بقى، لأ دلوقتي رجعت عروسة، بصراحة كده رجعت يعني زي ما كانت بالضبط أيام ما كنت عروسة، وكمان اللزاق ده عشان لونه جاي على الأنتريه وكده، بُصّوا مدّي وَسَع جميل جدًا، جدًا، جدًا في الأوضة، هتشوفوا في نهاية الفيديو الأوضة عاملة إزاي، كفاية الراحة النفسية هي أولًا، وثانيًا بقى إيه، هي بصراحة ادّت وَسَع، طبعًا النضافة والحاجات الحلوة دي مش محتاجة، أنا باورّيكم أهو إن أنا عملت النُص، والنُص التاني بقى فاتحة أهو النُص التاني بقى، فتحت واحدة جديدة. بس فهابدأ معاكم كده بالواحدة الجديدة الحمد لله قضِّت، يعني بُصّوا حتى جوزي قال لي: "لأ دي محتاجة تاني، محتاجة واحدة يعني محتاجة مثلًا" قال لي: ممكن 3 أمتار أو كده تاني." رُحت قُلت له: "لأ أنا هاتصرّف." لإني بُص هو كده، كده مش بيبان الحتّة اللي من تحت دي، الأنتريه هتداريه، فيعني مش مشكلة خالص أصلًا. وهتشوفوا الحتّة بسيطة كانت، بُصّوا بقى كانت مشكلتي لمّا ما تطلعش متساوية، فخلّي بالكم من الحتّة دي، يعني لازم لو على قد ما تقدروا لو الحيطة بتاعتكم مش متساوية تساووها، ممكن تحطوا حتّة على حتّة، حاولوا لمّا تجيبوا كمان واحدة زي كده اللاصق اللي زي كده ما تجيبوهوش اللي فيه مثلًا خطوط لازم يبقى الخط ماشي مع الخط، لأ ده هيتعبكم، ده أولًا، ثانيًا هياخد ورق لاصق زيادة عن اللزوم، لكن الورد في الورد ممكن ما يبانش أصلًا، بُصّوا بقى باجيب إيه، أهو المساحة وعملت كده باحاول إن أنا لو في هوا أنا ما خدتش بالي منه يطلع. فكنت باقول لكم إيه، كنت باقول لكم إن يعني لمّا تجيبوا رسمة وكده تكون الرسمة ما فيهاش خطوط المفروض إن أنتِ تجيبيها جنب بعض أو كده، فاهمين؟ بُصّوا الكهربا باعمل فيها إيه، وشُفتوا طبعًا الإكباس كنت باقطّع مقص وباحط إزاي بالضبط والكلام ده، طبعًا يعني زي ما أنتم شُفتوا أنا عشان متعودة يمكن عشان عملت كذا مرّة، بس أنتم والله هتتعلموا، ما فيش حاجة اسمها الواحد ما يعرفش، جرّبي وشوفي، حاجة بسيطة، حاجة في عِز الغلا دي مش هنقدر نجيب نقّاش ولا أي حاجة أيًا كان أنتم بتسموه إيه، لإن كل بلد بتسميه حاجة، إحنا الإستورجي هو ممكن يعني بتاعنا اللي كان بيعمل الخشب هو اللي بيعمل الدهان، فعشان كده إحنا بنقول عليه إستورجي. ما أعرفش بقى أنتم بتقولوا عليه نقّاش، بتقولوا عليه أي حاجة، وكل واحد بلد بتسميه اسم، أو كل محافظة بتسميه اسم. هنا بقى كنت محتارة، لإن الأنتريه ده زي ما قُلت لكم صعب، يعني هو حلو وجميل بس ضخم، ضخم يعني، في نفس الوقت القعدة بتاعته مش اللي هي مريحة أوي، أنتم فاهمين؟ في خشب كده يعني أو عفش تلاقوه كِنِس، يعني صغير وفي نفس الوقت مريح وحلو، زي الكنبة بتاع زمان ده، لكن ده بصراحة ضخم، وهو بقى جوزي وهو بيحط لي أخيرًا رضي عليَّ وحط لي البتّكنات دي، هو عمّال يقول لي: "أصل أنا هاجيب لِك النقّاش يعمله لِك وكده." إيه يا عم، بُصّوا بقى وهو اللي بيبيعه، عايزة أقول لكم هو اللي بيبيعه، هو اللي بيبيع الحاجات الحلوة دي، بس تقولوا إيه بقى، الحمد لله، إيه رأيكم بقى؟ يعني بُصّوا من الآخر، والله فكرة بجد تستاهل 100.000 لايك، لإني بجد حاجة منجزة وحلوة وجميلة، طبعًا أنا حبيت إن أنا أورّيكم الشكل كلّه عشان خاطر اللي حابب يشوف، واللي حابب يكمّل معايا الفيديو يا ريت طبعًا، واللي حابب يشترك تنوريني وتشرفيني والله العظيم، وكمان لسه في تاني يعني أنا لسه عايزة أجدد برضه الصالة وكده، الصالة بتاعتي وهنصلّح كل حاجة مع بعض، أنا عايزاكِ تاخدي الأفكار بتاعتي وتعمليها، زي ما قُلت لِك جيبي حصّالة في المطبخ من غير ما أي حد يعرف، حُطّي فيها جنيهات، حُطّي فيها خمسات، حُطّي ف حُطّي فيها مثلًا ممكن 10 جنيه، بُصّي لو معاكِ 50 جنيه حُطّيها،
اللي تقدري عليه، بس أنا باقول لِك ليه جنيهات، ليه خمسات، ليه الحاجات دي، عشان باقول كل واحد اللي معاه، دي فلوس بترميها تمام، أو عارفين أنا باعمل إيه كمان، أنا باكنس تحت تحت السراير بالاقي جنيهات، باقوم حاطاها في الحاجات دي، بس أنا طبعًا ما عنديش حصّالة بصراحة، أنا عندي تحت الهدوم باقوم حاطة كل حاجة، يعني أحط فلوسي بصراحة. بُصّوا هنا الأنتريه طبعًا أنا غسلته، اللي في النُص دي أنا كنت غاسلاها أصلًا، عشان كده ما طلّعتهاش، غسلت الباقي. هو يعني لونه حلو كده، ولمّا بيتغسل بيلعلع كده وبيبقى لونه جميل بصراحة، بس مشكلته زي ما قُلت لكم المَرّة اللي عدِّت الخشب بتاعه كده. بس فأنتِ خُدي منّي الأفكار، والله ما تقوليش أنا مش قادرة أعمل، لأ، أنتِ شوفي نَفْسِك هتحوّشي قد إيه، هتقولي لأ أولى إن أنا آكل، أولى إن أنا أشرب، على فكرة النفسية بتاعتِك أهم من أي حاجة أنتِ أو أولادِك وجوزِك، يعني بتفرق جدًا، جدًا إنِّك تغيّري، والتغيير في حاجة بسيطة زي كده مش هتفرق، ما أظنش إنها هتفرق، يعني أنتِ ال100 جنيه دي هتقولي أنا أولى إن أنا أجيب بيها، هي حتى ما بقِتش تجيب بيها لحمة، يعني حتى اللحمة ما بقِتش تجيبها يا جدعان. فيعني لو جبتِ حاجة زي كده وغيّرتِ نفسيتِك ونفسية أولادِك وحسيتِ كده بالراحة النفسية في بيتِك، يعني أظن إن هي تستاهل بصراحة، تستاهل إن أنتِ تحوّشي عشانها. فجرّبي كده معايا وشوفي الأفكار دي. بُصّوا القماشة دي أنا جايباها ب25 جنيه، اللي هي اللي أنا حطيتها على الكومودينيه، فأنا حطيتها عشان خاطر ما يبانش عليه إن هو كومودينو، يعني يبان عليه شوية إن هو ترابيزة. بس بُصّوا تحفة إزاي. إيه رأيكم؟ أدي كده كل الأوضة أهو، يعني بسم الله ما شاء الله رجعت بجد أوضة عروسة. كانت إيه رأيكم بقى؟ المنظر يجنن صحيح؟ إيه رأيكم؟ أنا مبسوطة جدًا بالنتيجة، مش باينة خالص، يعني شايفين ممكن هي تبقى واضحة بس مش اللي هي شكلها وِحِش بقى وكده يعني مش زي الأول خالص الحمد لله، شايفين؟ الأوضة اتغيّرت خالص وادّت وسع كده وبُصّوا أنا مبسوطة جدًا بيها والله بجد. رجعت زي ما كانت عروسة لمّا كنت عروسة كده. في أنتريه في كنبة كبيرة ناقصة، بس إن شاء الله يعني هاشوف لها حل بإذن الله. بُصّوا طبعًا أنا حطيت المفرش ده على الكومودينيه عشان خاطر ما يبانش عليه إن هو كومودينو، يعني حاولت على قد ما أقدر إن أنا أغيّر يعني. شايفين؟ كنت حاطة دي هناك برضه. بُصّوا الغلطة دي هنشوف كل حاجة هنعملها مع بعض، بس هي دي اتخبطت من الdeep freezer لإن أنا كنت حاطة الdeep freezer هنا، تمام. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم ويكون فعلا الفكرة عجبتكم. بصوا يا جماعة اللي زي ده بس اللي عايز يسألني، يعني هو 10 تمتار ب100 جنيه، أنا خدت 2 ب200 جنيه. يعني انتي لو انتي مثلا ده 3، ده 3 متر، ده 3 متر في 3 متر، فأنا خدت اللي هو ب200 جنيه. شوفي انتي بقى ممكن تاخدي أقل، وممكن بيبيعوا بالمتر، يعني انتي لو رحتي عند أي اللي هم بيبيعوا الدهان وكده وقلت لهم انا عايزه بالمتر هيدوكي بالمتر، ممكن تاخدي 5 متر، ممكن تاخدي 6 متر، فجميل جدا وممكن تصلحي بيه اي حيطه عندك. وبصوا الشكل مش باين اصلا، يعني شوفوا ولا دهان بقى ولا نجيب نقاش ولا يطلع علينا ولا اي حاجه، وشايفين ما بقاش باب النجار مخلع اهو. الحمد لله جوزي اخيرا حط لي الحاجات دي، مش عارفه اسمها ايه البتاعات دي، مش عارفه اسمها ايه، بس هو يعني حطها لي فانا مبسوطه برضو. ما بقاش باب النجار مخلع او باب الكهربائي، لا باب الكهربائي ايه، او باب اللمبه متكسره بتاعتك، هو انا اللي بقوله ده يا عم، يلا خلاص. كفايه كده قوي. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده وتكون فكره حلوه وعجبتكم وهتفيدكم ان شاء الله. باي باي، كل سنه وانتم طيبين.